تقول لي بقى حاجات مواقف كوميدية، بقى اكيد لا انا ممكن احنا ممكن نقعد هنا للسنه الجايه نرغي بقى موقفين 3 كده اكيد يعني يا باشا تقابلك كتير. يعني قريب، بس دي تتكرر كتير. يعني مثلا كتير قوي امهات بتسالني دكتور هي السجاير غلط على الرضاعه؟ إيه؟ فاقول لها طبعا ابوه يعني عادي يعني. لا والله بتدخل يعني. بس اللي جامده قوي ان من كام اسبوع كده صاحي الصبح وبص على الواتساب تقول لي دكتور معلش هو الحشيش وحش للرضاعه؟ ايه الحشيش وحش للرضاعه؟ انا سمعت صح يعني. فما بقتش مش يعني مش بقول لها يا فندم انت لسه صاحي الصبح وبتحاول تلبس النضاره انا مش ما اللي هو ما فوقتش يعني. شوف الوضع ايه. بقول لها تقول لي يا دكتور بس يعني سيجاره الحشيش واحده بس، حتى لو واحده بس غلط. ده الام نفسها. فبقيتش عارف اقول لها يا فندم غلط والله العظيم غلط. لا غلط عليك انت شخصيا. يعني هقول لها ايه يعني؟ تيجي واحده مثلا تقول لي دكتور تيتا اللي حسيته فسيخ عادي. يا لهوي يا لهوي فسيخ. والله طفل هو اللي كل طفل طب اقول لك بقى دي الطفل جاي لي للاسف والده دكتور يعني زميل، وجاي لي الولد بيرجع دم وعامل دم في البراز ونازله معويه شديده والولد متبهدل خالص. فاحنا قلقانين بقى وبسرعه وبتاع ومش عارف ايه والكلام من ده. فاقول له ايه اللي حصل؟ يقول لي بصراحه اصل مامتي شربته شوربه كوارع. شرب مين؟ واد عن 3 شهور الولد؟ والله 3 شهور ما شاء الله. اقول لها شوربه كوارع؟ تقول لي ما انا شربت باباه زي الحيطه اهوت ما حصلوش حاجه. الواد ده هو اللي خايب. وابوه شربها وهو عنده 3 شهور برضه. ما شاء الله باباه حيطه. بس يعني شوربه ولا العيب مش في الكوارع، العيب في الولد. هو الولد اللي ضعيف. هو الواد ضعيف عشان كده الولد حصل له كده. ما الواد ضعيف يعني. الكوارع ما فيهاش حاجه. الكوارع ما بتعملش حاجه يا عم. احنا هنغلط في المسلمات الثوابت دي. يعني الولد لا بقى بص بقى الولد عيه. تمام انا هقول لك الولد عيه ليه. خلاص عيه ليه؟ اصل مامته كانت وهي جايه تنادي على بابا من الشباك فتحت الشباك جامد شويه فتيار الهواء دخل، انا حسيت بيه عدى جنبي كده، فهو ده اكيد اللي عيا الولد. الله. ولا طب حضرتك حاجه عيانه؟ تقول لي ده انا عندي دور منيلني يا ابني. ولا طب حضرتك قاعده مع الولد؟ تقول لي ده روحي، ده انا ببوسه كل شويه. ولا ما جاش في بالك ان مش تيار الهواء اللي عمل كده، كحيتك اللي عملت كده في الولد مثلا؟ تقول لي لا 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 ده تيار الهواء. تيار الهواء منه دي حساسيه يا دكتور. انت مش واخد بالك. انت مش واخد بالك بس يعني. ربنا يكون في عونك يا دكتور والله. بس يعني لا والله الامهات اهالينا واهالينا لا ما هم من حبهم على فكره في الطفل. على فكره يعني انا بقول دايما يعني. تيتا احيانا من كتر حبها في الطفل تبقى اكتر واحده بتاذيه. صح. عارف القطط لما تخاف على العيله فتاكلها. أيوة. فهي من كتر يعني ما بتحبه غصب عنها. ممكن هي بس شويه توعيه بسيطه. هي بتحبه طبعا. ده لا شك فحبوظه. مفيش اكتر حد يبوظ العيل زي تيتا يعني. دي عارف العيل دايما يستنجد بتيتا من كل حاجه ما هو. ايوه طبعا. ده يروح اول واحد يستخبى وراه. عشان كده تقول للام ايه سيبك من كلام الدكتور ده. كلام الدكتور احنا هنزغط الواد زبادي بالبسكوت من وهو 3 شهور وهيطلع زي الفل. مش هيطلع عنده حساسيه قلبان ولا حاجه. لا هيطلع زي الفل. مش هيرجع ولا حاجه. مش هيجي له ارتجاع. لا ده زي الفل. القعده معاك يا دكتور احمد والله ما تشبعش منها. الله يخليك. الله يخليك يا باشا.